مرحبا بكم. النهاردة رحلتنا هتاخدنا الأرض العجائب القديمة، مصر. بلد تاريخه مش بس مكتوب في الكتب، لا ده حرفيا محفور في الحجر ومبني في معابد عملاقة ومحفوظ تحت رمال الصحراء. طيب خلونا نبدأ بسؤال ممكن يبان غريب شوية. إيه هو القاسم المشترك بين أهرامات الجيزة ووادي مليان هياكل حيتان من عصور ما قبل التاريخ؟ يعني إيه اللي ممكن يربط بين أعظم إنجاز معماري للفراعنة وبقايا كائنات بحرية في قلب الصحراء؟ صدقوني الإجابة ممكن تفاجئكم. الإجابة هي إن الاتنين موجودين على قائمة خاصة جدا، قائمة بأغلى كنوز البشرية. أيوة، الاتنين بيعتبروا كنوز ثمينة لدرجة إن العالم كله اتفق إنه لازم يحميها للأجيال الجاية، ودي مش أي قائمة والسلام. طيب خلونا نتعمق أكتر في الموضوع. القائمة العالمية دي بتديرها منظمة دولية مهمتها كبيرة قوي، وهي إنها تحافظ على تراثنا المشترك كلنا. المنظمة دي هي اليونسكو، وهي اللي بتختار المواقع الفريدة دي عشان تكون ضمن قائمة التراث العالمي. الفكرة كلها إن الكنوز دي مش ملك بلد واحد بس، لأ، دي إرث للإنسانية كلها، يعني حمايتها مسؤولية عالمية كلنا بنشارك فيها. واللي يدهش بجد إن مصر بتاريخها العظيم ده فيها 7 من المواقع المذهلة دي المعترف بيها عالمياً. 7 كنوز، كل كنز فيهم ملوش مثيل. يلا بينا نبدأ جولتنا الكبيرة بين كنوز مصر، وهنبدأ بالست جواهر الثقافية اللي بتحكي قصة حضارة من أعظم الحضارات. جولتنا هتعدي على 6 محطات مذهلة من قلب العاصمة القديمة لحد الأديرة اللي في الصحراء. كل محطة منهم بتحكي فصل مختلف من قصة مصر العريقة. البداية طبعاً من أشهر معلم في العالم كله، أهرامات الجيزة وأبو الهول. بس لحظة، الموقع التراثي ده أكبر من كده بكتير. هو بيشمل جبانة منفو كلها، يعني كنوز سقارة ودهشور كمان معاه. المكان ده كأنه شباك بنبص منه على قوة وهيبة أول عاصمة لمصر الموحدة. وبعدين بنتحرك جنوباً للأقصر، أو زي ما كانوا بيقولوا زمان طيبة. هناك بنلاقي نفسنا قدام معابد عملاقة زي الكرك والأقصر، وطبعاً المقبرة الملكية الأسطورية وادي الملوك. المدينة دي كانت قلب الإمبراطورية المصرية لقرون طويلة. وهنا بقى في قصة مذهلة عن التعاون الدولي. لما بناء السد العالي كان هيهدد بغرق معابد أبو سمبل وفيلة، اليونسكو قادت حملة عالمية محدش شاف زيها قبل كده. حرفياً فككوا المعابد الحجرية الضخمة دي ونقلوها حتة حتة المكان آمن. الجولة دي بتورينا كمان قد إيه تراث مصر متنوع. هنروح دير سانت كاترين، وده واحد من أقدم الأديرة المسيحية اللي لسه شغالة في العالم. وبعدها لمنطقة أبو مينا عشان نشوف بقايا مدينة كانت في يوم من الأيام مركز مهم للحج المسيحي. وفي الآخر بنغوص في شوارع القاهرة التاريخية، مدينة حية بتحس فيها بأصداء التاريخ في كل حارة ومسجد. طيب بعد ما شفنا العجائب اللي عملها الإنسان، جاء الوقت ننتقل لكنز فريد من نوعه، كنز شكلته الطبيعة بنفسها على مدى ملايين السنين. بس قبل ما نكشف عن الموقع ده، مهم نفهم الفرق. التراث الثقافي ده من صنع الإنسان، أما التراث الطبيعي فده من صنع كوكبنا، ومصر فيها موقع طبيعي واحد بس على القائمة المهمة دي. وهنا بقى المفاجأة الحقيقية. في محافظة الفيوم في دليل قاطع على إن الصحراء المصرية دي كانت في يوم من الأيام بحر. إزاي؟ هياكل عظمية كاملة لحيتان محفوظة بشكل خرافي، وبتحكي قصة تغيير جيولوجي ضخم حصل لكوكبنا. طيب إزاي بيتم اختيار موقع عشان يدخل القائمة الحصرية دي؟ الموضوع مش سهل خالص، العملية دقيقة جدا ومبنية على معايير صارمة قوي. العملية فعلا دقيقة. عشان أي مكان يتم اختياره لازم يثبت إن له قيمة عالمية استثنائية، وده عن طريق إنه يوافق على الأقل واحد من شوية معايير، زي مثلا هل هو تحفة فنية من إبداع الإنسان، أو شاهد فريد على حضارة قديمة، أو يمكن مثال معماري ملوش مثيل، أو حتى مكان فيه جمال طبيعي يخطف الأنفاس. كل موقع مصري في القائمة دي حقق شرط أو أكتر من الشروط الصعبة دي. ونوصل دلوقتي للسؤال الأهم، ليه لازم نهتم بحماية الأماكن دي؟ يعني إيه قيمتها الحقيقية النهاردة، بعيداً عن إنها مجرد آثار قديمة وخلاص؟ الحقيقة إن القيمة أكبر بكتير من مجرد التاريخ. زي ما هو واضح قدامنا، المواقع دي بتعتبر محركات للاقتصاد والمعرفة، يعني بتوفر مادة خام للباحثين ملهاش تمن، وبتخلق آلاف فرص الشغل في السياحة والترميم، وكمان بتدخل دخل مهم للاقتصاد. ده استثمار في الماضي عشان المستقبل. ولأن القيمة دي كبيرة جدا، الدولة بتبذل مجهود مستمر عشان تضمن إن الكنوز دي تفضل محفوظة وموجودة للأجيال الجاية. أكيد حماية التراث ده بتواجه تحديات مستمرة،
من التغيرات المناخية لحد التوسع العمراني. بس الجهود شغالة عشان تواجه ده كله، زي مثلا مشاريع ترميم دقيقة للآثار وتطوير المناطق اللي حواليها، زي مشروع طريق الكباش في الأقصر، وحتى استخدام عروض الصوت والضوء المبتكرة اللي بتخلي التاريخ تجربة حية وممتعة للزوار. ونختم بسؤال يخلينا نفكر، القصة لسه مخلصتش، في كنوز تانية كتير في مصر مستنية يجي عليها الدور في الاعتراف العالمي. يا ترى مين هيكون الكنز الجاي اللي هينضم للقائمة دي؟ هل هي واحد سيوة الساحرة ولا يمكن معبد تاني في الصحراء؟ المستقبل هو اللي هيجاوب.